ازيكم؟ النهارده هنعمل مشروبين ترند وحلوين جدا وليهم علاقه بالقهوه كده ايه والصحصح. اول حاجه هنعملها ايس كوفي كراميل. فهنجيب كوبايه من اللبن وهنحط فيها الكراميل. دي بصوا دي يعني طريقه مختصره كده وسريعه. هنحط فيها الكراميل واقلب كوبايه اللبن دي مع الكراميل كويس قوي، او كميه اللبن اللي انتوا بتفضلوها مع القهوه، يعني مش شرط كوبايه. تمام. هجيب بقى المج او الكوبايه اللي انا هشرب فيها وهحط فيها كراميل كده، برضو صوص الكراميل كده من الجناب بالشكل ده. وبعدين هنزل في الكوبايه بتاعتي برضو بالتلج، شويه من التلج. تمام بالشكل ده. اتاكد بس ان الكراميل داب مع اللبن كويس قوي، الخطوه دي مهمه جدا. وبعدين هنزل باللبن، وبعدين اكون بقى جهزت شوت القهوه بتاعي او كوبايه القهوه او كوبايه القهوه سريعه الذوبان، واحطها فوق الايس او اللبن يعني مع التلج مع القصه دي كلها. وبقى عندك احلى ايس كوفي كراميل. طريقه سهله وسريعه طبعا ومن غير ايه تعقيد يعني. طيب المشروب اللي بعده ده مشروب برضو ترند كده، وكمان في قهوة وفي شوكولاتة، فهو ايه يعني غني كده بالحاجات. هجيب بقى ده، بس ده محتاج ايه؟ محتاج خلاط. هنجيب الخلاط ونجيب الكيكة دي بطعم القهوة فهي اللي هستخدمها. هحط كمان اللي هو الباكت اللي بيبقى الباكت النسكافيه اللي هو بيبقى بالبندق ده، بيدي طعم مع يعني مع المشروب ده. هو التركة دي من عندي يعني. وبعدين هنحط ايس كريم شوكولاته، معلقتين كبار كده من ايس كريم الشوكولاته ده. ما تاخدوش العلبه كلها يعني، احنا هناخد بس ايه معلقتين كبار منها او ونص، يعني انا زودت شويه. طيب وهحط نص كوبايه من اللبن او شويه من اللبن علشان بس ايه الخلاط يمشي والقصه دي. اقفل بقى واضرب. انا كده حطيت كل الحاجات اللي انا هستخدمها او اللي انا محتاجاها للمشروب ده. تقدروا تزودوا حاجة بتحبوها تانية طبعا، تقدروا تزودوا صوص شوكولاتة مثلا، تقدروا تزودوا اي حاجة تانية انتوا بتحبوها. بس ونصبها كان حلو قوي وكان غني جدا. وبس يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم، وبون ابيتي. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.